السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش كده حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انت اول مرة تشوفيني، دي قناتي يا قلبي على اليوتيوب اسمها اشرقت الانوار. اتمنى منك ان انت تنزلي كده اسفل الفيديو وتدوسي على العلامة الحمراء اللي هي كلمة اشتراك، وتدوسي على الجرس وكلمة الكل عشان كده يوصلك إشعار لكل فيديو جديد بنزله. النهاردة إن شاء الله جاية لكم بروتين حلو جدا في المطبخ كده. هنعمل الغدا مع بعض وهنعمل صابون سايل كده، وهنعمل بقى ايه الروتين المعتاد بتاعنا كده اللي كله نشاط وحيوية. اتمنى ان انتي لما تتفرجي على الفيديو يديكي طاقة ايجابية كده وتستفيدي منه حتى لو بحاجة بسيطة. احنا زي ما بنقول كل مرة كلنا بنستفيد من بعض، كلنا ستات بيوت شاطرين. بس انتي بتاخدي مني فكرة مثلا تنفذيها بكرة، انا اخد منك فكرة انفذها بكرة، فكلنا بنفيد ونستفيد من بعض. بحبكم كلكم اخواتي من قلبي، بحبكم في الله. يلا كده بقى نصلي على الرسول تاني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هعمل لهم كده السمك البلطي ده سمك سويسي بقى يا جماعة يعني. يعني ايه، الناس دايما بتحب سمك القنال يعني. سبحان الله. فجبت كده البولتي كان طازة بصراحة. هعمله لهم النهاردة صينية، مش هنشوي بقى ولا هنقلي. احنا هنقليه برضو كل حاجة، بس هنغير بقى شوية كده بقى من المود بتاعنا وهنعمله صينية. السمك الكبير البولتي بيبقى المفضل ليه يعني ان انت تعمليه في صينية كده. ليه بقى؟ لان السمكة بتبقى كبيرة كده، وفي نفس الوقت بقى بتبقى سمكها بيبقى تخين، فبيبقى حلو جدا في الصينية عن ما بتكون بقى ايه الشبارة او السمكة بتاعتك رفيعة شوية او ملهاش اتب زي ما بيقولوا كده. ببتدي بس كده اشيل الزعانف منها واقصقص الديل بقى وكل حاجة فيها كده، وما بفتحش البطن الا لما بشيل القشرة دي الاول، علشان ما افتحش البطن والقشرة دي تخش جوه كده فتبقى فيها قشر يعني وكده. بشيل الزعانف، بشيل الراس، وبعد كده بشيل القشرة، واخر حاجة بفتح بقى ايه البطن بتاعتها. طبعا انا يعني بديكوا فكرة مش اكتر، انتوا كلكوا شاطرين ويمكن اشطر مني كمان، بس احنا زي ما بنقول كده ايه بنشجع بعض. واتمنى طبعا لو انتي بتتفرجي على فيديوهاتي وبتديكي طاقة ايجابية كده وبتستفيدي منها حتى لو بحاجة بسيطة، ما تبخليش عليا بقى بالكومنت بتاعك الحلو واللايك اللي دايما انتي بتنسيه، انا عارفة ان انتي بتنسيه. فحطي لي بقى لايك كده واشتركي بقى في القناة عشان ان شاء الله بإذن الله نكبر بيكم كده ان شاء الله. هنا بقى بعد ما غسلته طبعا كويس وسبته يتصفى كده، نسيت بس اوريكم وانا كنت بنقعه بس كده في ميه وشويه خل وشويه ملح صغيرين، وبعد كده بشطفه وبسيبه يتصفى. وهنا بقى ايه مش هعمل بقى الدقه بالفلفل ولا الكلام دوت. انا هعمل النهارده الدقه بتاعتي عباره عن توم وكمون وملح فقط لا غير. ليه بقى؟ لان احنا السمك زي ما قلنا هنعمل له تسبيكه او دمعه كده وهننزله فيها يعني. هنا بقى تومت السمك بقى وركنته على جنب، هسيبه يتملح شويه وهبتدي اعمل شويه رز كده. انا هعمل النهارده رز ابيض عادي يعني، مش هعمل بقى رز محمر ولا حاجه، لان انتوا بقى ايه زي ما هتشوفوا دلوقتي احنا هنغمس بيه يعني، فيفضل ان هو يكون رز ابيض عادي. هنا بقى كنت خلاص جهزت الرز وجبت الدقيق بتاعي. بحب ابهر اوي الدقيق كده، احط له رشه من بهارات السمك، ودي بتجيبيها من عند العطار. بتقول له مثلا عايزه ب5 جنيه ولا حاجه، بيديكي كميه حلوه كده بتخليها عندك، وكل ما بتيجي تعملي سمك مثلا بتحطي منها نص معلقه كده على الدقيق، بتديله ريحه حلوه وطعمه كمان جميل. او لو ما عندكيش ممكن تستبدليها في رشه من الكمون والكزبره والملح مع بعض يعني. منهم انت بتملحي الدقيق كده وبتبهريه، ومنهم انت يعني ايه عوضتي لو حاجة مش موجودة. هنا بهرت الدقيق وجهزته، كنت مولعة على الزيت كده. وجيت هنا بقى ايه عشان الناس اللي هتضحك عليا بقى هقدح معاكم الرز، ايوه هقدح معاكم الرز. هقدح ديت انا فهمتها لكم الفيديو اللي فات، او هسخن يعني الزيت لغايه لما يوصل لاعلى درجه حراره كده، وهنزل بيه على الرز بتاعي. ليه بقى الخطوه دي؟ بتخلي الرز كده مفرفر وبيبقى لامع كده وبيبقى جميل جدا. بس بنقدح عليه امتى؟ بعد طبعا ما الرز يتشرب معانا كده ويكون خلاص دخل على سوا يعني.
بنقدح عليه وبعدين بنغطيه وبنسيبه شوية، وبعد دقيقتين 3 بنطفي عليه بيكون الرز خلاص بقى جاهز معايا. وادي بقى ايه السمك. طبعًا ما بيقعدش وقت كتير بقى زي السمك التاني اللي أنتِ هتتبليه بقى وهتملّحيه وتسيبيه وقت كبير عشان ياخد في التمليحة، لإن أنتِ كده هنملّح مع بعض التسبيكة بتاعته. فهنا بقى حطيت في الصينية ديّة، بما إن الطقم يعني خلاص خِرب يعني وكده، فبقيت إيه، أقلي فيها، أعمل فيها أي حاجة، يعني بصراحة بتتغسل بتنضف بكل سهولة. هي أي نعم قشّرت وكل حاجة، بس بقى يعني إيه، الحمد لله، قدّر الله ما شاء فعل. بُصّوا هنا لون السمك تحفة، من البهارات اللي إحنا حطيناها في الدقيق كده، وفي نفس الوقت بقى إيه، لازم باقعد أضغط على السمكة كده عشان لو فيها أي مَيّة بقى ولا أي حاجة تنزل والسمكة تبقى ناشفة معايا. أنا مش عايزة السمكة تبقى طرية كده تيجي تحطيها في التسبيكة تتبهدل منِّك وتتقطّع وتُقع، لأ إحنا عايزين السمكة كإنِّك هتقليها عادي، كإنِّك هتاكليها مقلية يعني. وفي ناس بتدّي له نُص قلية يعني مش بتدّي له قلية كاملة، بس أنا بصراحة باحب أنشّفها شوية. هنا بقى جِبت الصينية بتاعتي اللي أنا هاعمل فيها التسبيكة، هاقطّع بصلاية كبيرة كده وهاقطّع بقى إيه، قرن من الفلفل الرومي، ومعايا برضه قرن شطة بس مش هاحطه دلوقتي عشان أنا هادعك بقى أو هامرُط بإيدي. نزلت بس كده على الخلطة الجميلة ديّة بشوية ملح وشوية كمون، وهندّيهم مرتة حلوة كده مع بعض، وفي الآخر بقى هانزل بنُص قرن من الشطة بقى عشان الولاد. طبعًا أنا كنت ممكن بقى لو في جوانتي والّا حاجة كنت نزلت بالشطة وبعدين إيه، مرّطتهم مرّة واحدة، بس بما إن ما فيش جوانتي يعني مرّطت البصل والفلفل الرومي مع بعض، وبعد كده نزلت بنُص قرن الشطة. بُصّي بقى السمك بيطلع معايا بكل سهولة، ده دليل إن السمكة مقلية حلو، فحاولي تضبطيها كده علشان ما تتهرِتش منِّك وتتبهدل معانا في الدمعة. هنا بقى حطيت الطاسة على طول كده على الصينية على النار، معلش عذرًا عشان إيه باتكلم بسرعة يعني. وهابدأ أدّي تشويحة للخلطة الجميلة دي. بندّيها تشويحة ليه؟ علشان أدبّل بس الخضار ده كده شوية واخلّيه ينزّل أي مَيّة فيه، عشان يساعدني بقى إيه، إن هو ياخد لون بسرعة. آآ واخدين بالكم أنا بانزّل الزيت حبّة بحبّة يعني، ولا كإني باقطّع من جسمي زي ما بيقولوا. بس لازم بقى نحافظ بقى يعني إيه، إزازة الزيت بقت غالية جدًا اليومين دُولة، فأنا باحُط بصراحة بحذر يعني بالراحة كده، بالراحة. هنا بعد ما الخضار بقى خلاص دِبِل معايا، كنت ضاربة كده شفشق من الطماطم وصفّيته ونزلت بقى بيه على الخلطة اللي إحنا عاملينها الجميلة ديّة. آخر حاجة بس هاعملها فيها كده، هندّيها بس رشة من الكمون ورشة من الملح. مش هاستخدم النهارده فلفل أسمر ولا زعتر ولا روزماري ولا أي توابل كتير، يعني دي بتبقى بسيطة جدًا ومن الحاجات الجميلة كده والله بقى إيه، أكلات أهالينا بقى، فاكرين بقى الحاجات الحلوة ديّة؟ فقُلت بقى إيه، الأكلات دي كمان بتبقى جميلة جدًا في الشتا، يعني صينية السمك دي بتبقى حلوة جدًا في الشتا كمان عن الصيف، لإن الجو بيبقى ساقعة، فبيساعدِك إن أنتِ تاكلي. الصيف بيبقى الجو بيبقى حَر وما بيبقاش عايز مسبِّكات بقى ولا كلام من دوّة. هنا بقى نزلت بيهم في الصينية بعد ما التسبيكة معايا كده اتسبِّكت شوية يعني، ما اتسبِّكتش أوي عشان أنا عايزة لسه فيها تسبيكة، وابتديت إن أنا كده أوزّع الطماطم على السمك كُلّه يعني. وبُصّوا بقى يعني عايزة أقول لكم إن السمكة جميلة كده وماسكة نفسها والتسبيكة حمرا كده، يعني بسم الله ما شاء الله عدّات الطماطم دي بسم الله ما شاء الله عليها جميلة جدًا. ربنا يجعلها يا رب دايمًا بالهنا كده علينا وعلى قلوبنا وعلى عيالنا إن شاء الله. إحنا وأنتم ولكم بالمثل اللهم آمين. هنا بقى كانت خلاص خدت معايا كام غلوة حلوين كده، هانزل بقى بيها آخر حاجة كده تحت الشواية. هاحطها تحت الشواية ليه بقى؟ عشان تاخد اللون اللي بيبقى من فوق المحمر دوّة الغامق ده، بتبقى جميلة جدًا كده وبتبقى مدياكِ بقى إيه، سِنّة قرمشة خفيفة كده. بعد كده بقى هاعمل شوية سلطة صغيّرين كده جنب الأكل، أنا كنت مقطّعة جزر وخيار وهاقطّع طماطم. اعملي بقى إيه، شوفي حبّة السلطة بتوعِك أنتِ بتحبّوهم إزاي. أنا بقى لي فترة مش عارفة ما عملتش سلطة، ما كنتش باعمل سلطة يعني، فرجعت أعمل تاني بقى، لإن زي ما باقول لكم كده إيه، عندي فرد في البيت يعني عنده أنيميا والدكتور بقى إيه، يعني بيأكد عليَّ على أكل الخضروات والفواكه وطبق السلطة ده ضروري، ضروري جدًا. فباحاول بصراحة إن أنا يعني إيه، أعتمد السلطة دي في الأكل في جنب أي أكل عمومًا يعني محشي بقى، سمك، في أي حاجة بصراحة باحب أعمل جنبها السلطة.
بس حطيت بس هنا كده شوية من الجرجير وشوية من الكزبرة الخضرا وخرطتهم كده مع بعض، وهنزل بقى برشة من الكمون والملح، وهنزل بشوية من الخل وشوية من زيت الزيتون، واخر حاجة كده هنعصر بقى نص ليمونة حلوة. وادي كده طبق السلطة بتاعنا جاهز. انا مش مكترة الطماطم فيه عشان يستفادوا اكتر بالخضار يعني. بس وكده السلطة جاهزة، وهابتدي بقى أغرف معاكم الرز كده. هاعمل لهم النهارده كده بقى أطباق بقى وجو بقى من شغل الفنادق وكده. حاجة بسيطة يعني بقى، لزوم الأجازة بقى والولاد قاعدين في البيت، فلازم بقى أغيّر لهم الروتين اليومي اللي هُم بيبقوا متعودين عليه أيام الدراسة والجري بقى والاستعجال. فقُلت بقى بصراحة يعني كده أشجّعهم، وكان الجو بقى النهارده كان ساقعة كده وهادي، وأحلى لمّة والله العظيم يعني وأنتِ قاعدة في وسط عيالِك كده، وبتأكّليهم وبتشرّبيهم وبتلعبوا مع بعض. أي نعم أنا مش ملاك، يعني هاقول لِك إن أنا ما بازعّقش، بازعّق وباصوّت منّهم كمان، بس ده الطبيعي يعني ربنا يهديهم ويخلّيهم. بس برضه ما فيش أحلى من إن أنتِ تقعدي في وسطهم كده وتأكّليهم وتلعبي معاهم ومش عارفة فاللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. ده كان غدانا النهارده. حطيته لهم كده بشكل بسيط كده برضه على قد إيدي يعني زي ما بيقولوا. هتبصوا الرز يا بنات بيلمع ده لمّا إحنا قدحنا عليه الزيت يعني أو حطينا له الزيت، بيخلّي الرزاية كده بتلمع معاكِ وبتبقى مفرفرة، ما بتبقاش معجنة ولا حاجة. وحطيت السلطة بقى كده زي ما أنتم شايفين، وبصوا السمكة كانت بتطلع معايا بكل سهولة، ما اتقطمتش ولا اتبهدلت ولا حاجة. عايزة أقول لكم بقى إن أنا بابا وماما يعني عمومًا مش بيحبوا السمك اللي هو بالدمعة دوّة، يكون الدمعة بتاعته تقيلة. بابا بيحبها خفيفة عن كده، عشان يعني يقول لِك تبقى سهلة في التغميس عن كده. بس ما فيش مشكلة يعني لو أنتِ عايزاها أخف من كده بتزوديها شوية مَيّة وخلاص. هنا بقى كنت بافتح معاكم كده السمك، عايزة أوريكم جماله. بُصّوا بقى لمّا حطيناها في الفرن وحمّرنا الوش كده القشرة دي بتتشال بكل سهولة زي ما أنتِ شايفة كده. وده كان غدا النهارده. هاروح بقى كده الولاد كانوا جايبين مسلسل كده مشغّلينه، وقُلنا بقى نقعد مع بعض كده. الجو الشتوي الجميل الهادي دوّة، ربنا ما يحرم حد من عياله أبدًا يا رب، ويرزق كل مشتاق اللهم آمين يا رب بالذرية الصالحة. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب يا بنات. بُصّوا بقى قعدت كده أفصّص بقى لبنتي الصغيّرة. عايزة أقول لكم إن هي ما بتاكلش قد ما بتوقّع يعني، بس هي لازم بقى لازم تمسك معلقة وتاكل برضه كده زيّنا بس فبُصّوا الحمد لله بقى كلنا وحمدنا ربنا واتفرّجنا على التلفزيون كده وإحنا بناكل. هنا بقى ما كنتش ارتحت بقى ولا حاجة، دخلت على طول كده على المطبخ عشان المواعين بقى، لإن الجو ساقعة بقى وأنتم عارفين الكسل بتاع الشتا والكلام من دوّة. وباحاول والله على قد ما أقدر إن أنا أخلّص المطبخ أو أشطّبه على قد ما أقدر من بالليل، لإن زي ما باقول لكم أنا في دور رابع والمَيّة عندي بتبقى بكل صعوبة بتبقى طالعة لي. جيت الأول غسلت الحوض كده وبافضّي الصابون، لقيت آخر حبّة كده في الجيركن بتاع الصابون يعني. فقُلت لأ كده بقى خلاص ما بدّيهاش بقى عشان نعمل حبّة صابون سايل مع بعض. بس أهم حاجة بصراحة لازم باشطف الحوض كويس كده، لإن كان مكان تنضيف السمك بقى ومش عارفة وكنت مستعجلة. ففضّيته من المواعين وغسلته وابتديت إن أنا أغسل المواعين بقى بالراحة كده، وحطيت شوية كلور بس في المَيّة عشان زفارة السمك. الناس اللي كانت بقى كتبت لي في الكومنتات ونصحتني اقفلي المَيّة شوية أو وطّي المَيّة شوية، أنا سمعت بالنصيحة أهوّة، وابتديت إن أنا أوطّي المَيّة وأقفلها. بس والله عايزة أقول لكم إن عشان يعني المَيّة بتطلع لي بكل صعوبة كده، فعلى ما بافتح الماتور والمَيّة بتجيني فبتبقى غلبة شوية. بس الحمد لله يعني أنتم كلامكم صح برضه، ولازم نحافظ عليها كده عشان ربنا يديمها علينا نعمة إن شاء الله. اخواتي بقى وحبايبي والناس الجديدة كلها اللي دخلت عندي، والله انتوا على راسي كلكم وكلامكم كلكم من أكبر واحد لأصغر واحد على راسي من فوق. ربنا يخليكم ليا يا رب ويكبر بخاطركم كده زي ما انتوا ما بتكبروا بخاطري. جبر الخواطر يا جماعة مش شرط ان يكون حاجة مقابل حاجة. جبر الخواطر انت ممكن تجبري بخاطر اللي قدامك بكلمة، فكلمتكم دي بتفرق معايا كتير وحياة ربنا. فربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويديمكم ليا أحلى اخوات وصحاب ومتابعين ليا، ما تحرمش منكم أبدا يا رب. هنا بقى شطفت بقى المواعين، واخر حاجة بقى الصينية الألمونيا ديت. انا بحب بصراحة اغسل الألمونيا بالصابون البلدي دوت.
ده بابقى مخلّياه كده للألمونيا بس، مش باغسل بيه بصراحة بقى كوبايات ولا أطباق ولا كلام من دوّة، مش هاضحك عليكم، ما باحبّهوش في الكوبايات والأطباق، مع إنه نضيف وبينضّف وكل حاجة، بس باحس في الأطباق والكوبايات كده بيبقى مش عارفة، باحس إن هو مدهن كده مش عارفة ليه، مش بيدّيني اللمعة كده بتاعة الصابون السايل. بُصّوا بقى إنّما في الألمونيا الصراحة حاجة تانية خالص زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده بقى عشان ما ادوشكوش بقى غسلت البوتاجاز اديته بس كده غسلة على السريع، طول ما ايدك في الحاجة هتلاقي الحاجة نضيفة أول بأول. يعني أنا والله عايزة أقول لكم إن أنا على طول كل يوم بغسل في البوتاجاز، وبالذات بقى إن أنا شايلة من عليه الورقة اللي هي بتاعة الفويل ديت، فلازم على طول تلميع بقى ومسيح ومش عارفة ايه. ادي كده شكل المطبخ، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. غسلت المواعين كده وسبتها تتصفى على جنب، وما نسيتش معايا بقى الخلاط بتاع المية الحنفية يعني، والفلتر والمش عارفة ايه، وشطفت بقى الحوض كده ونشفته. وادي شكل مطبخي، يا رب يبات على كده. مشكلة ان انا اللي يعني بقعد اتكلم ومع ذلك انا اللي ما بيبيتهوش، يعني بقوم اخترع لهم في اي حاجة تانية، او هما بيطلبوا اي حاجة فبالتالي بقوم اعملها لهم يعني. وادي كده لفة حلوة لفة دي. ادي كده خلاص المطبخ خلصناه مع بعض كده، انتوا اللي بتشجعوني طبعا والله. إيه زي ما بيقولوا كده، لولا انتوا ما كنت انا. دي مني ليكوا بقى. كده خلاص بقى خلصت، وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هناخد كده بقى إيه زي ما بيقولوا إيه قسط بسيط من الراحة كده، إيه نستريح فيها شوية يعني. فكده جبت سفندي، كان موجود عندي سفندي يعني، فحطيته كده في طبق، وقلت بقى ايه نقعد ناكل شوية سفندي كده واحنا قاعدين بنتفرج بقى على التلفزيون. إيه بصوا كانت السفندية دي جاية في زرعة كبيرة قوي يعني، كانت ضحكتني. ولو انا طلعتها كده هيقعدوا يتخانقوا عليها، كل واحد عايز ام زرعة دي، مع اني سايبه لهم الزرع في السفندي والله، بس انتوا عارفين بقى مخ الاطفال وكده. فقلت عشان بقى منع الخناقات اقدر على نفسي واقشرها واكلها انا احسن. بص هو كله في زرع، بس لو واحد او واحدة خدت الزرعة الطويلة اشمعنى انا ما خدتش دي، لا انا عايز دي. فقلت والله اريح نفسي بقى وهقشرها انا، يعني مش خسارة فيا والله، انا بتعب برضو. بس قشرتها بقى كده وكلتها بالهنا والشفا على قلبي طبعا. وتعالوا بقى نعمل احلى مشروب شتوي ساخن بقى. كانت حبيبتي كده وصاحبتي، كانت والدة يعني ربنا يقومها بالسلامة يا رب، وكان من نفسها على خير. ف يعني انا ما شربتش بصراحة مغات عندها. بصوا بقى الصحاب لما بيكونوا عارفين صحابهم واخدين بالكم، يعني هي لاحظت او عرفت ان انا ما شربتش حاجة، فقررت بصراحة بعد ما روحت لقيتها بسم الله ما شاء الله بعتلي حتة مغات، قالت لي خدي عشان انتي ما دقتهوش. فربنا يا حبيبتي يخلي لك مولودك يا رب، ويا رب يجعله من الذرية الصالحة كده، ويقر عينك دايما بيه اللهم امين، ويرزق كل مشتاق. النهاردة الفيديو كله دعاء ان ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يرزق الحبايب كلهم يا رب بالذرية الصالحة عاجلا غير آجلا اللهم امين. بقول لحبيبتي بقى وصاحبتي واختي، ربنا يا رب يخلي لك مالك وما تتحرميش منه ابدا، ويجعله كده من الذرية الصالحة كده اللي تكون حنينة عليكي كده وبره بيكي انت وبابا ان شاء الله. بس كده بقى ايه، تعالوا بقى عشان ما نتوهش كده، تعالوا نشوف هنعمل مغات ازاي. انا حطيته كده إيه في حلة، وحطيت حوالي بتاع الشفشق ده حوالي بتاع لتر ونص من المية، ونزلت بخمس معالق من السكر، وقلبتهم كده حلو. بعد كده حطيتهم على النار، طبعا هو مش هيفك الا على النار. وهنا بقى ايه مع التقليب كده بيفك من بعضه. لو حسيتي ان هو تخين شوية ممكن تزوديه شوية مية شوية بشوية. لو حسيتي ان هو عايز سكر برضو ممكن في الخطوة دي إيه تضيفي له سكر. بس هنا الصراحة اخر حاجة يعني ضفتها له كده وانا خلاص بقى هطفي عليه، اديته بس معلقة من السمنة البلدي كده، دي مش اكتر يعني. ايه هو جاي بصراحة بحاجته كلها معمولة فيه يعني. بس فحطيته كده زي ما انتوا شايفين وقلبته، هسيب السمنه دي خلاص في تقلبتين هتسيح طبعا فيه. وجبت بقى الكوبايات عشان بقى ايه اصب فيه. عايزه اقول لكم بقى ايه، اكتريه البيت شرب منه، يعني كل اللي شم ريحته شرب منه. يا جماعه هو جاي لي انا بس، ما رضيتش طبعا ازعل حد، يعني انت عارفيني قلبي الضعيف لا يتحمل. فصبيت بقى ايه، والله صبيته كله ما سبتش منه اي حاجه.
بس فكان اللي بيقع بقى بالمنديل على طول بمسح، لاني خايفة كمي بقى يجي كده في حاجة ولا كده ولا كده، عشان انتوا عارفين بقى ان هو بيبقع وكده. بصوا عايزة اقول لكم بقى كان سخن كده وكان جميل. دي بصراحة يعني من الحاجات اللي انا بحب اشربها، وكنت بجيبها على طول بعملها في الشتاء. بس بقى ايه، لما حسيت ان الواحد خلاص هيضرب وكده فوقفتها الصراحة، يعني عشان ابقى صريحة معاكم. هنا نزلت بس بشوية من المكسرات، حطيت شوية كده من رشة من جوز الهند والفول السوداني، وشوية من عين الجمل والبندق بقى والحركات ديت. لو مش متوفر عندك ممكن ما تحطيش، او ممكن تحطي جوز الهند وزبيب، اي حاجة بقى من الموجودة عندك. دي كانت مكسرات فاضلة كده من رمضان. هبتدي بس ايه ان انا ادي كده رشة خفيفة عليها، واحلى حاجة بتبقى فيه بصراحة هم حبة المكسرات دولت. يعني انا عن نفسي يعني ما بشربهوش الا بالمكسرات ديت بس. وهبتدي بقى ارصهم على الصينية كده، وحطينا كمان زبيب يا بنات عشان نسيت اقول لكم يعني. وكده بقى خلاص. بصوا عملنا حفلة على حبة المغات اللي جايين لنا شحاتة دولت، فعلا الشحات لي نص الدنيا. بس وادي كده كان المغاد كده عملناه سهل جدا على فكرة. الناس اللي بتخاف من عمايله، في ناس بتخاف يعني تعمله تقولك بيكلكع ومش عارفة ايه. بأي مضرب كده وفكيه هيطلع معاكي يعني بكل سهولة. وزي ما انت شايفة كده مشروب شتوي سخن بقى وجميل جدا، والكبار والصغيرين بقى بيحبوه. هنا بقى ايه، تعالوا بقى ايه نقلبه مع بعض كده. ويا ريتكم والله العظيم كلكم كنتوا جنبي عشان ادوقكم كده. يعني على الاقل هنصب على يعني كل واحد كده حبه حبه من نفسه وخلاص. إيه بصوا، هو كان لسه سخن بقى مولع، بس عايزه اقول لكم ان هو ما بيبردش بسهوله. يعني من الحاجات فعلا اللي ما بتبردش بسهوله. إيه لو قوامه بيبقى يعني انت حاسه ان هو تقيل، ممكن بتزوديه ميه زي ما قلنا كده، بيخف معاكي وبيبقى خفيف. يعني تشربيه بقى كده بالكوبايه على طول. بس يا بنات كده بقى هاخده واطلع بقى ليهم برا نشربه بقى كده، وننزل بقى للي ننزله. وكده يبقى المغاد بتاعنا خلص. هنا بقى كنت بعمل في الصابون، فجت حنين قالت لي استني يا ماما كده لما اصورك. إيه لو انتوا بقى عايزين طريقة كاملة كده، او عايزين طريقة الصابون بتاعي، تقدري ان انت تكتبي لي في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله إيه اعمله معاكي كده من الاول، واقولك بجيبه منين وبعمله ازاي وكل حاجة فيه. يعني هو سهل جدا والله، وما فيهوش يعني تعقيد ولا اي حاجة. وهي الصراحة يعني كانت اختي هي اللي قالت لي عليه، وهي اللي جابتهولي، ربنا يخليها لي يا رب ما تحرمش منها. فشوفوا كده يا بنات، لو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات، وانتوا عارفين ان انا ما اقدرش ابخل عليكم باي حاجة. ويا رب يكون فيديو النهاردة كده عجبكم، وتكونوا استفدتوا منه كده حتى لو بحاجة بسيطة. وتشجعي كده، وحاولي بقى ايه ان انتي تحتوي ولادك كده، وتحتويهم في فترة الاجازة، وتقعدي معاهم وتتكلمي معاهم، وتشوفي بقى هم عايزين ايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، مع السلامة.